بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا متهنيات وفرحانات وسعيدات وكل وردات وين ما كنتوا يا رب العالمين. جيتكم اليوم حكاية فيها عبرة كبيرة، عبرة لكل ام عندها بنت باه دير حسابها، على خاطر ورانا وصلنا لواحد الوقت يخوف ويخوف بزاف. وقد ما تقولي راني واقفة على ولادي وراني متبعتهم ومانيش غافلة عليهم وكل شيء، حتى وتكوني مربيتهم احسن تربيه، كاين طرق واحده اخرين وكاين ناس واحده اخرين يجيو يفسدوا لك تربيتك. وهذا الشيء اللي راح نسمعوه اليوم في الحكايه تاع شريفه. انا شريفه عندي 44 عام، عندي 3 بنات وزوج ولاد. زوجت صغيره، عشت وفوت كيما كامل النساء اللي عاشوا في الدار الكبيره اللي تحكم فيها العجوز وبناتها. كانوا كاين مشاكل كيما كامل الديار، بصح ما اثروش عليا بزاف على خاطر كنت شايفتهم في دار بابا، يعني تقدروا تقولوا كنت متدربه على المشاكل. فات عام على زواجي وهزيت بالحمل وجبت طفله كل القمر، الزين والعين ما شاء الله عليها. كنت كل ما نزعف من العجوز وبنتها نحضن بنتي ننساهم وننسى مشاكلهم. كنت نحبها لدرجة كبيرة. كبرت بنتي وزدت عليها بنات وزدت عليها ذراري، ومين كثر الحس على زوجي قرر انه يدير دوسي تاع سكن اجتماعي لعل يمدونا ونتهناو من المشاكل تاع الدار الكبيرة. قلت لكم كبروا وليداتي ودخلوا اللي يقرا واللي مازال ما يقراش هاو مازال ما يقراش. وفي هذاك الوقت كنت كما نقولوا دايره واجبي على اكمل وجه، مهتمه بادق التفاصيل، يعني التفاصيل تاع ولادي، من ماكلتهم لبستهم لقرايتهم لكل شيء. كنت نوجههم، كنت ننصحهم على كل شيء، خاصه بنتي الكبيره كنت ننصحها اكثر منهم كامل، على خاطر كنت نشوف روحي فيها، كنت نشوفها احلامي اللي تمنيت نحققهم وما كتبش ربي بسبب عائلتي اللي بطلوني من القرايه بدون سبب. فتح علينا ربي وعطاونا سكن اجتماعي، فرحنا به بزاف رحنا وتهنينا من مشاكل العائله. رحنا ليه وانا كنت فرحانه على خاطر راح نلقى راحتي مع وليداتي، نربيهم كيما حبيت. ما كانش اللي يدخل روحه فيهم، ما كانش اللي يفسد لهم طبايعهم. انا هكذا كنت نشوف وهكذا كنت متمنيه، والله كيفاش كنت دايره في راسي. بصح المكتوب لعب لعبه واحده اخرى. لحقت بنتي للسنة الثانية ثانوي، كانت متربية عاقلة، حتى من الحجاب دارتو في الثانية متوسط وحدها بلا ما نسيفوا عليها ولا نقولوا لها ديري الحجاب. نتائجها كانت مقبولة، معدلها كان بين 13 و 14، وكانت تحاول ديما تزيد تحسن من نتائجها. الفصل الثاني وليت نشوف الطفلة متبدلة، ما عندها حتى حاجة في القراية، تروح تطيش دوزانها هكذاك، تروح ديريكت للتلفزيون المسلسلات التركية. كنت نقولها روحي عاونيني يا طفلة راني عيانة، تقول لي أنا عيانة مانيش قادرة. نوضي تقرا يا طفلة مانيش قادرة. حتى من لبستها لي جامي هضرت عليها ولات تهاوشني وتبكي باه تشري حوايج جدد. طفلة تبدلت 360 درجة، وكأنك هزيتي إنسانة وحطيتي إنسانة واحدة أخرى. انا كنت نفوت لها ونقول بالك سن المراهقه، بصح مع ذلك ما حبستش النصائح عليها، كنت نحاول نجبدها عندي. حتى جاولي بيلتان تاع الفصل الثاني اللي صدموني الصراحه، دات معدل 8. بكيت حزنت، الهضره ما نهضرش معاها، نايفتها، حبيت نفهم السبب. هي كي شافتني هكذاك وشافت الحاله اللي وصلتني ليها بسبب تاع طبايعها والنتائج، قالت لي واش ندير بالمعدل، اخرتها راح نتزوج. بهذه الكلمه صدمتني، بصح بقيت هاديه وخممت اني نساعفها باه نقدر نعرف واش راهي مخبيه بنتي. بديت نجبد لها بشويه حتى استعرفت لي باللي راهي تتعرف على واحد عنده 34 سنه، وباللي عنده طوموبيل وباهيه ودارهم قصر، وهما كل صيف يروحوا يحوسوا، يا اما يروحوا لتونس ولا يروحوا للترك. وعدها بلي باش كي تلحق للباك رايح يجي يخطبها، بصح راهي ما تقراش في الجامعه على خاطر هو يغير عليها. صدقوني من الصدمه بقيت غير ساكته ونسمع، ما عرفت لا نوض ليها نبرد لها عظامها بالطريحه، والله نساعف بنتي حتى نجبدها من هذا المصيبه. لانه وهي تهدر لي هكذاك كانت شغل متاكده من روحها بلي هذا هو الصواب. هدرت معها باللي ما زالت صغيره، هذو الحوايج ماشي تاع عمرها، وباللي في هذا العمر تخمم على مستقبلها، وبزاف هضره قلتها لها على امل انها تجبد روحها عليه. وهددتها باللي لو كان يسمع باباها راه يبطلها من القرايه ويحبسها في الدار، الضوء تاع برا ما تشوفوش. كي خافت من باباها ماشي مني انايا، كي خافت من باباها قالت لي خلاص ما نزيدش نعاود وما نزيدش نعاود نتلاقى بيه ولا نهضر معاه.
كانت تبكي وتحلف باللي خلاص ما تزيدش تروح ليه وما تزيدش تهدر معاه وتقطع علاقتها به نهائيا. وانا كي شفتها هكذاك امنتها، بصح يا ريتني ما امنتها، يا ريتني خبرت باباها هذيك الضربه كون بطلها قبل ما توصل روحها للحبس. بقات بنتي تروح تقرا وترجع العشيه عادي، والايامات راهم يفوتوا حتى نداو العطله تاع الصيف. كنت نشوفها ظل في الثقه، بصح ما راحش بالي انها تطل على صاحبها. كنت نقول ضايقه روحها، راهي طل تبدل الجو. هذا واش كنت انا حاطه في راسي. حتى الوحده اليوم جات ليا قالت لي ماما راني بيته قاعده بنظار راسي راهي توجع فيا، راهي توجع فيا بزاف. قلت لها بنتي هاكي ها الدراهم وروحي للدونتيست، بصح راكي ترجعي بالخف قبل الظهر خاطر تكون السخانه بزاف. قالت لي ايه غير نكمل بك نرجع. وين رايحه نروح انايا؟ راحت بنتي وهذيك هي اخر مره تعاود ترجع للدار. وصل الظهر ما جاتش بنتي، زاد وصل العصر ما جاتش بنتي، وانا ميت عليها بالخوف. رجع باباها من الخدمه وقلت له بلي راهي راحت للدونتيست وراهي مازال لحد الان مازال ما جاتش. قال لي بالك لقيت عنده الغاشي بك راهي مازالت. قال لي ديري لي قهوه درك نروح نشرب قهوتي ونروح ليها نشوفها. ما جيت ندير هذيك القهوه حتى سمعت الطبطيب في الباب، نحسب هي اللي جات روحت. رحت نجري حليت عليها الباب، نلقاهم لابوليس ومعاهم البياري ومعاهم الكلاب. ما فهمت والو، بقيت غير نشوف. حتى قال لي مدام هنا دار فلانه. قلت له ايه هنا دارها. قلت له ليه واش كاين علاه جيتوا لينا؟ قال لي عندنا امر بالتفتيش. وجا راجلي يجري ويسقسي واش كاين. قال له ادينا دخلنا ورينا وين ترقد فلانه. اداهم راجلي شومبرتها وداو معاهم هذوك الكلاب يشموا في قشها والمطرح تاعها دوزانها كامل شموا هذاك الكلب. زادوا دخلوا للكوزينه شنابر الاخرين ما خلاو حتى بلاصه ما فتشوهاش. وانا غير نتبع فيهم ونبكي ونسقسي نقول لهم واش صرا علاه جيتوا لينا وين راهي بنتي. حتى واحد من لابوليس هذوك قال لي بنتك راهي لتحت. بلا ما نخمم هبط نجري ليها، لقيتها في الفيتو تاع لابوليس دايرين لها لي مينوت، حالتها حاله. كي شافتني بدات تقول لي يا ماما يا ماما والله ماني انايا، يا ماما والله ما درت حتى حاجه، يا ماما سامحيني، يا ماما ما تخلينيش ما تخليونيش نروح معاهم، يا ماما ماشي تاعي. وانا نسقسي واش درتي اهضري واش درتي. حتى خرجوا لابوليس من داري وداوها وراحوا. تبعناهم انا والزوج تاعي لمركز الشرطه وثم كانت الصدمه كي دخلنا لمركز الشرطه. وبحكم بنتي ما لحقتش 18 سنه وانا شافوني في الحاله هذيك تعاطفوا معايا شويه وخلاوني دخلت ليها وشفتها ووصاوني اني ننصحها تهدر الحقيقه. قعدت مع بنتي وقلت لها يا بنتي الا بغيتي تخرجي منا اهدري الصح وما تكذبيش، قولي لي واش كاين. بدات بنتي تبكي وتهدر. بنتي ما راحتش للدونتيست، بنتي دارت سبه برك بدرستها باه تخرج تتلاقى صاحبها، وركبت معاه من الباطيمات اللي نسكنوا فيهم وراحت معاه للبحر تحوس. والبحر بعيد علينا ب100 كيلومتر. قالها ما تخافيش ندوروا غير شويه بك ونرجعوا بالخف، ولا كان حكمونا براج في الطريق قولي لهم بلي راني خوك على خاطر بنتي مينور ما يقدرش يهز وحده معاه مينور. ولا قالها ولا كان طالبوا الكارطه منك قولي لهم ما عنديش اصلا. وراحوا. ولي سوء الحظ ولا سوء حظي انا ما حبسهم حتى براج قاعدوا رايحين. قالت لي كي قريب نوصلوا للبحر هضر في التليفون وخبر اللي كان يهضر معاه باللي راهو وصل وباللي يتلاقاو في الكورنيش. كي سقسيته انايا قلت له شكون هذا؟ قال لها واحد صاحبي برك يماه عندها الكونسير وراه يحوس يبعث لها الدواء معايا باه نديه لها معايا للدار. كي وصلنا راح ديريكت لهذا صاحبه وبقى يحكي معاه واحد النص ساعه. ومن بعد رجع ليا الطوموبيل مقلق وقال لي راهو ما جابش معاه دواء، لازم نروحوا معاه لبلاصه واحده اخرى باه نهزوا الدواء هذا ونديوه لها معنا عندنا اجر. بقينا ندوروا بالطوموبيل بين الكارطيات ونتبعوا في هذيك الطوموبيل تاع صاحبه حتى نتعبنا بهقاره وراح جاب صاشيه ورجع. مشينا من بعد وبدا يقول لي راهي الزوج ونص راح الحال عليك لازم نهبطوا نروحوا باش لو كان نهبطوا للبحر راكي ما تروحيش حتى للعيشه. قال لي اليوم نروحوا ومره واحده اخرى نوعدك بلي نعاود نقلبك ونحوس بيك هذه البلاصه هذه كامله. من بعد مدلي الساشي هذيك اللي جابها من عند صاحبه وقال لي هاكي خبيها عندك في صاكك لكان يفسد الدواء هذا. اوكي انا وصلوا فكريني باه نديها الام صاحبي. انا هزيتها وخبيتها يا ماما في الصاك وديمارينا باه نروحوا باش نجي ونروحوا. كي لحقنا لنص الطريق لقينا البراج تاع لابوليس حبسونا. قال له هات كواغط الطوموبيل شافهم هذاك البوليسي تعامل معنا عادي. من بعد قال له اهبط حل عليا لامال. هبط عادي وفتحها.
ومن بعد سقساها عليا انا، قال له هذه شكون؟ قال له هذه اختي، ديتها للطبيب ورانا مروحين. قدم لي هذاك البوليسي قاعد يشوف ليا ويشوف ليه، وانا كنت خايفه ومرعوبه. من بعد سقساني قال لي هذا خوك؟ قلت له ايه. وهو كان يفتش في الطوموبيل كامله. من بعد قال لي واش فيه صاكك؟ قلت له ما فيه والو. قال لي حليه. واش نهي الصاشيه هذيك؟ قلت له هذا غير دواء برك تاع الكونسير وماهوش تاعي. قال لي هاتي نشوف الصاشيه. انا جبت الصاشي مديته له، كي فتحها طول عيط لابوليس الاخرين اللي كانوا معاه، من ثم طول هزونا. هذاك صاحبي قاعد يقول لهم ماهيش تاعي، لا نروح معاكم. وانا ما كنت على بالي بوالو، كنت غير نرجف برك وخايفه. داونا لمركز الشرطه وبداو يسقسيوني على اسمي ولقبي، وفاقوا باللي مانيش اختو، وقالوا لي منين جبتي هذا الدواء؟ قلت لهم باللي هو اللي مدولي باه نخبيه عندي. السيد اللي كانت معه بنتي نكر كلش وقال ماهوش تاعي وما مديتلهاش. انا صح نعرفها ورحنا ندورو كيف كيف، بصح الدواء راهو خاطيني. خرجت من عند بنتي وانا مضمره ونبكي ونقول لهم بنتي خاطيها، هو لعب لها بعقلها. باباها حط راسه الارض ويبكي من التبهديله اللي دارتها بنته. ورجعنا بلا بيها وما على بالناش واش راح يكون مصيرها. بقات بنتي عندهم وحتى صاحبها ما طلقوهش. ولينا نجريو باش نديروا لها محامي باش نشوفوا واش المصير تاعها. وكل ما نروحوا لمركز الشرطه باش نشوفوها ولا نسقسيو عليها ولا ندوا لها تاكل ولا يقولوا لنا ممنوع عندكم الحق غير باش تجيبوا لها الماء. بقينا على هذه الحالة 6 شهور كاملين. صحاباتها يوجدوا يقراوا للباك وهي في الحبس، والناس تهدر علينا وتاكل في لحمنا، واللي يزيد في الهدرة يزيد، واللي يقول حتى باباها يخدم ويبيع المخدرات. ولادي الاخرين ولاو ما يخرجوش من الدار على خاطر يخافوا من الناس يعايروهم. وراجلي رجع يخرج في الليل يدخل في الليل باه ما يشوف حتى واحد وما يسمع حتى كلمة تفكروا في واش دارت بنته. والحق النهار اللي باش يشارعوا لهم. رحت انا وباباها للمحكمة وجابوها، كانت حالتها حالة ضعفت وشيانت وحتى من وجهها رجع ازرق. جابوا صاحبها ثاني وهو كان غير حاط راسه. كي بداو المحاكمة تاعهم بنتي هضرت نفس الهضرة اللي حكاتها ليا، وصاحبها انكر كل شيء وقال انا خاطيني. كي واجهوا القاضي وقالوا انت واش كانت تدير معك طفلة مينور، علاه مركبها معك في الطوموبيل؟ استعرف باللي يعرفها وكان ناوي يتزوج بها وما على بالوش باللي تخلط في المخدرات. وزاد قال له تليفوني راه عندكم روحوا شوفوه. هذاك اليوم هي اللي بعثت لي ميساج وقالت لي ارواح اديني ندورو شويه، وانا جبتها برك ما ديتهاش. شغل بنتي راحت دي بلاصات هذيك البلاصه وحدها وهو تلاقاها في البلاصه هذيك تاع البحر وجابها معاه. هذاك الميساج صح بعثته بنتي من تليفوني صح ما كذبش، وكي بعثته عاودت فاصاته هي ما عندهاش تليفون تبعث غير من تليفوني انا. بقاو يشارعوا لهم، هي تنكر وتقول تاعو وهو ينكر ويقول انا خاطيني. ويوم اصدر الحكم هذاك هو اليوم اللي حبست فيه حياتي. بنتي حكموا عليها 10 سنين وصاحبها 6 سنين. تقولوا لي علاه؟ انا ما على باليش علاه حكموا له هو 6 سنين وهي 10. وحساب المحامي وهو تحاسب غير على انه هز طفله قاصر معاه وداروا له قضيه تحريض على الفساد. داوها المؤسسه اعاده التربيه لانها قاصر وما تقدرش تروح للسجن تاع الكبار. رجعت نروح نشوف بنتي نقدر نشوفها يعني وندي لها الماكله، وفي كل مره كنت نروح لها ونجي كي نعود مروحه تبدا تبكي وتقولي ما تخلينيش هنا. ما كملتش العام ولحقت بنتي ل 18 سنه بدلوا لها الحبس داوها للحبس تاع الكبار. وبقينا على هذيك الحاله وحياتنا مقلوبه. واللي زاد علينا كثره الهضره تاع الناس حتى ولينا بعنا المفتاح تاع الدار اللي كنا ساكنين فيها ورحلنا من هذيك البلاصه. وانا ندامه تاكل فيا. لو كان غير خبرت باباها هذاك اليوم، لو كان غير خبرت باباها نهار فقت بلي عندها صاحبها، لو كان بطلها خير من راهي في الحبس. بنتي اليوم فوتت 4 سنين من العقوبة تاعها وراهي تقرا ودارت حرف في الحبس، وان شاء الله ينقصوا لها شويه من العقوبة تاعها على حسن السلوك. بصح يبقى اسمه حبس، والتيكي اللي لصق فيها الجامي كان يتنحى منها. حكيت لكم حكاية بنتي على خاطر الشي اللي فات عليا يهد الجبال، وثاني باش تردوا بالكم وتدوا العبرة من الشي اللي وصل بنتي للحبس وما تغلطوش غلطاتي. وحبيت ثاني نوصل ميساج للناس اللي حملوا المسؤولية. الأهل واحد دار حاجة ماشي مليحة، احنا ولادنا ما نقول لهمش روحوا ديروا حاجة ماشي مليحة، احنا ما نرضاوش لولادنا يفسدوا، احنا ما نرضاوش لولادنا الهلاك. نتمنى ثاني من كل وحدة سمعت قصة بنتي وقصتي أنا يدعيوا لي ربي يجبر بخاطري ويدعيوا لي ربي يصبرني على بنتي على خاطر مانيش صابر عليها. ما القري فاتوا 4 سنين مانيش قادرة نصبر على بنتي.
هذه هي حكاية شريفة وهنا تخلص. حبيت نفتح قوس أني نهدر زوج كلمات برك. أختي شريفة ربي يصبرك إن شاء الله، وربي إن شاء الله يخفف على بنتك، وربي إن شاء الله يطلق الصراحة في أقرب وقت إن شاء الله. ما تحسيش بهذاك تأنيب الضمير أنك انتي اللي قصرتي، ولا انتي ما كاينش وحدك اللي مسؤولة على تربيتها، حتى بويها مسؤول على تربيتها. كامل مسؤولين، ماشي غير انتي وحدك. ما تحمليش روحك هذا الذنب يعني غير انتي تتحمليه، لا وكل يتحملوا المسؤولية. هي ممكن صغيرة وغلطت وكل شيء، بصح تبقى طفلة صغيرة ومنتي ما تحمليش روحك المسؤولية كاملة. وثاني للناس اللي تهدر منا وتزيد منا، وبويها يقالوا بويها ثاني هو اللي يخدم المخدرات ومنا. يا ناس يهديكم ربي، شكون اللي يرضى لولادو يروحوا للحبوسات؟ شكون اللي يرضى لولادو ينضروا؟ شكون اللي ولادو يرضى عليهم يتلاحوا فيهم هكذا تيكيات كيما هكذا؟ واحد ما يرضى. كل واحد يلتا في حياته، ويلتا يربي ولاده، ويلتا ما تهدروش. اذا كان هضره تاع نصح، واذا كان هضره تاع اللي باش زعما تصلحوا من حاجه، معليش الهضره مليحه. قلاش الاب يربي، والام تربي، والجار يربي، والناس المحيطين بهذاك المراهق وكل يربي، وماشي غير الام والاب. بصح هذاك النصيحه من باب النصيحه كما نقولوا، ماشي باش تزيدوا الهضره. هضره صغيره تقلبوا فيها شبر. كيف المخلوقه بويها يبيع المخدرات وامها تبيع المخدرات، وقلبتوهم دار اكل تاع اجرام. زعما شغل نتوما تعرفوا اكثر من الشرطه. يا من الشرطه لو كان على بالهم، كان يعني لحقتهم غير ذره بالمئة من بلي راهم ماليها ثاني عندهم دخل، لو كان هما ثاني يهزوهم. ما كمش رايحين تعرفوا اكثر من الشرطه. فلهذا اللي عنده نصيحه، اللي عنده حاجه حلوه كما نقولوا يهدرها باه ينصح، حنا ننصحوا باش نسقموا، ما ننصحوش باش نزيدوا نعقدوا الامور ونزيدوا نقلبوا هذاك الانسان العوج نزيدوا نعوجوه. هذه هي اللي بغيت نقولها. نتمنى خواتاتي اللي وصلت وسمعت يعني الحكايه كامل تقدم نصيحه لهذا المخلوقه. ونتمنى من كامل النساء والله حتى الاباء اللي يسمعوا هذه الحكايه ردوا بالكم على اولادكم. المجتمع تاعنا في زد من نهار دخل التيك توك هذا، ودخلوا هذا يغني وهذا يشطح، وهذه انني نهدر، وهذه متعريه في تيك توك، والاخرى ولادنا فسدوا ومازال يزيد يفسدوا. لهذا خواتاتي نقول لكم روحوا مع اولادكم للمدارس، وما تدنقوا حتى لواحد، وما تشوفوا حتى واحد هذو اللي راهم يقولوا كي يروحوا يشريوا يخليهم يروحوا وحدهم، ومن بعد كي يروحوا المدرسه يلعبوها يخافوا عليهم. لا روحوا مع اولادكم وتبعوا اولادكم وشوفوا وين رانا واصلين. كيفاه طفله تاع 18 سنه في الحبس؟ طفله هذا وين جات للدنيا؟ هذا واش تعرف من الدنيا هذه؟ وتروح للحبس. لهذا خواتاتي روحوا وسقسيوا على اولادكم، وخيروا صحاب اولادكم، وسقسيوا على اولادكم، وديروا العسه على اولادكم. هذه الدنيا ما ولاتش ترحم. وتكون من نهار دخلوا هذو تيك توك وهذو الشطيح والرديح هذا اللي راهو يدور في لي ريزو سوسيو، ها واش راهو يصرى، ولاو الحبوسات ولاو. ان شاء الله نتمناو ربي يستر وليداتنا، وربي يحافظ عليهم، وربي يهديهم. هذا واش نقول. نتمنى تكون عجبتكم الحكايه. ماشي عجبتكم، واش اللي تعجب فيهم حكايه كيما هذه؟ واش اللي تعجب؟ ربي يصلح الحال وخلاص. نتمنى ان شاء الله تمدوا نصائحكم للمخلوقه هذه وتجبروا بخاطرها، ما تزيدوش طيحوا لها المورال. ربي يفرحكم ان شاء الله. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه بنات.